بنت الصغيرة لقت حاجة غريبة بتحصل جوه بيت العرايس بتاعتها. شكل راس غريبة. كانت بتقولها انت مين حطك هنا؟ ما لحقتش تعرف ايه الحكاية عشان مامتها نادت عليها. وبدأ يحصل حاجات غريبة في بيت اللعب بتاعها. كل شوية العرايس بتتحرك وبتتحط في مكان مختلف هي مش بتبقى حاطاه فيه. البنت مش فاهمة هو مين اللي بيحرك العرايس بتاعتها ومين وقع الراس الغريبة على الأرض. البنت شافت حاجة غريبة، شافت دم في راس العروسة. مامة البنت ندهت عليها وقالت لها تعالي يلا عشان نازلين. فالبنت قالت للعرايس ما تتحركوش. البنت رجعت من بره قالت لباباها الفيلم كان حلو قوي، وودعت باباها ومامتها وقالت لهم تصبحوا على خير. وكانت البنت طالعة لأوضتها ولاحظت حاجة غريبة جدا. العرايس برضو كانت متحركة، وكمان الراس الغريبة دي بدل ما كانت موجودة على الأرض بقت دلوقتي موجودة على الكنبة. قعدت تبص على بقية العرايس بتاعتها وخدت بالها ان المكان الكلب مش هو. لاحظت البنت ان العرايس الموجودين على السلم اختفوا. البنت بدأت تخاف وتحس ان في حاجة غريبة، علشان كمان الراس الغريبة ما بقتش كمان موجودة على الكنبة. البنت عمالة تفكر وتشوف ايه اللي بيحصل في البيت، وبعدين قالت للراس انت مين اللي حطك هنا؟ ده مش مكانك. اعتقد ان البيت ده ملبوس. في اليوم التاني البنت ومامتها كانوا عند صانع البيت، ومامتها كانت بتقوله انت بتحبي البيت بتاعك قوي. فبيقول لها بجد؟ فعلا عجبها. بعد كده الام وبنتها رجعوا البيت عشان البنت تطلع الاوضه، وكانت بتلعب بالعرايس بتاعتها وحطت لهم عروسه ضابط شرطي علشان يحمي اللعبه التانيه. وكانت البنت بتضيق عينيها وبتحاول تفهم ايه اللي بيحصل في البيت. فمامتها ندهت عليها عشان تاكل، قالت للعرايس ما تتحركوش. نزلت البنت عشان تاكل، وبعد كده طلعت اوضتها مره تانيه ولقيت العرايس بيبصوا على السلم كانهم شايفين حاجه فوق. فشالت جزء من البيت من فوق عشان تشوف العرايس بتبص على. في الاخر لقت العروسه باباها ظهر وبيقول لها هو ايه اللي بيحصل؟ قالت له ده ضابط شرطي بيحاول يكتشف ايه اللي موجود. فبيقول لها بيمسك فيران. قالت له ايوه فيران. البنت قعدت تفهم ايه اللي بيحصل في البيت ده، بس حصل حاجه غريبه. العرايس كانت بتبص بشكل غريب جدا، فاتحين بقهم وخايفين، والراجل ماسك مسدس في ايده. البنت قعدت تدور وتشوف ايه الغريب في البيت. بتبص لقيت في مراية الحمام الراس الغريبة. البنت كانت مصدومة، وبعد كده قالت للراس ابعدي عنهم. وفي نفس الوقت والبنت بتجري قالت ابعدي عني انا كمان، وراحت تنام. البنت تاني يوم بتروح للراجل صانع البيت. البنت كانت بتتكلم معاه وبتقوله هو انت ما عندكش اي عروسة بتطرد مثلا الارواح الشريرة؟ قال لها ايه رأيك في الهنود الحمر هناك دول؟ هتلاقيهم كويسين. فالبنت بتوافق وبتقول حلو جدا، وبتحط العروسة الجديدة في بيت اللعب. وبعد كده بتفضل بص عليه وبتقوله اعمل حاجة. هي فاكرة انه في نفس الوقت يقدر يتخلص من الارواح الشريرة على طول. بس وهي منتظرة مامتها دخلت عليها وقالت لها تعالي اتفرجي معانا على فيلم جميل، والعرايس بتاعتك هتاخد بالها من نفسها. بتودع ايفي العرايس بتاعتها وبتقولها هو هيحمينا، باي باي. البنت بترجع وبيكون نظرات الخوف باينة على وشها. اصل العروسة اتقسمت نصين، النص التاني جوه والنص التاني بره. بتزعق ايفي بتقول لا، وبتلف وبتقول لباقي اللعب خلي بالكم العروسة وراكم. مامتها بتسمعها وبتطلع لها، فالبنت بتعمل نفسها نايمة. فمامتها بتقول لها هو انت كان عندك حلم سيء؟ بتقول لها لا يا ماما انا كويسة. مامتها بتكلمها وبتقول لها انا سمعتك بتصرخي، عايزة تيجي تنامي معانا النهاردة؟ فبتقول لها لا. البنت لما صحيت لقت العرايس واقعين على الارض. البنت بدأت تقلق لانها ما كانتش لاقية العروسة ايثن. كانت بتقول ايثن انت فين؟ وبعد كده وهي بتركز شوية لقت ان راسه مش موجودة والراس الغريبة اللي موجودة. خدت العروسة ورمتها على الارض، فخافت وطلعت تجري على السرير. كانت بتكلم نفسها وبتقول انا ما ينفعش اسيب الحاجة الغريبة دي هنا. نزلت تبص تحت السرير عشان تحاول تلاقيها، تحاول تلاقي الراس الغريبة، ولكن الراس كبرت. جريت البنت بسرعة عشان تاخد الراس وتشيلها من تحت السرير، وقعدت تقول انت مكانك مش هنا، خليكي جوه، وقفلت على البيت. البنت جريت بسرعة على السرير وبعد كده قالت انا لازم اتخلص من البيت ده. البنت تاني يوم فعلا عرفت تتخلص من البيت، وجي باباها بيسألها هل انت متأكدة؟ ردت عليه مامتها قالت له سيبك هي بتكبر. وقالت لهم ايوه فعلا. كان باباها بيكلم الست اللي هتشتري البيت وبيقول لها البيت ده مفيش زيه والبنت مش هتلعب بيه تاني. وفعلا وفي النهاية البنت اتخلصت من البيت.